هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي وإيجل نوار في إياب دوري أبطال أفريقيا. طبعا انتهت مباراة الذهاب بفوز النادي الأهلي 1-0 من هجمة ولا أجمل من محمد هاني وبن رمضان. طبعا انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي 1-0 في مباراة الذهاب. مباراة النهاردة هتكون الساعة 8 على اون سبورت. طبعا النادي الأهلي هيلعب على ملعب استاد القاهرة. شهدت قائمة المباراة غيابات عديدة، غيابات مؤثرة جدا. عندنا إمام عاشور، كريم فؤاد، محمد شريف، أيضا حسين الشحات للإصابة، وأبرزهم محمد الشناوي. سبب غياب محمد الشناوي في مباراة إيجل نوار إن الكابتن وليد صلاح قال محمد الشناوي تعرض لشد عضلي شديد وتعرض أيضا لنزلة برد. قرر المدير الفني يثرب إراحة محمد الشناوي. طبعا التشكيلة المتوقعة لمباراة إيجل نوار النهاردة في دوري الأبطال كالآتي: في حراسة المرمى شوبير، مركز الدفاع الظهير الأيمن محمد هاني، قلبي الدفاع ياسر إبراهيم وياسين مرعي، ظهير أيسر محمد شكري. خط الوسط مروان عطية وبن رمضان، قدامهم زيزو. الثلاثي الأمامي لخط الهجوم تريزيجيه جناح أيمن، بن شرقي جناح أيسر. في مركز الهجوم السلفيني جريديشار. قولوا لي في التعليقات توقعاتكم لمباراة النهاردة ضد إيجل نوار في الدفاع عن اللقب 13. أنا توقعاتي فوز الأهلي 3-0 إن شاء الله وصعودنا لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. وده كان نهاية كلامي. لو أول مرة تتفرج عليا ما تنساش متابعة واللايك والشير علشان هيفيدوني جدا. السلام عليكم.